ولقد أفرش السلفية نيجيريا أو أقول سلفية العالم كلها، لأنهم يكررون ما قد كتب لهم كأنهم يعيدون المقاطع بأنفسهم، ليس لديهم أي جديد إلا ما كتب لهم أو ما زج في عقولهم، فهذا ما يكررون للهجوم على الصوفية ومهدوا بها مسالك التكفير، وأهمها كالآتية: إشكاليات المصطلحات الصوفية على مقدمتها مصطلح الأم وهو التصوف تعريفا، سواء من ناحية الاشتقاق أو من ناحية الاستلاء. الآن ننتقل إلى المحاضرة الثالثة، وهذه المحاضرة للأخ الكريم المغربي. لا أدري لماذا لم ألتقي به في المغرب، أنا مغربي أيضا، لو عرفت أنك تأتي بهذا الزي المغربي لجيت أيضا بالزي المغربي. فأنا عضو في منظمات في المغرب، عضو شرفي في منظمة الشيخ ماء العينين في تسنيت، وعضو أيضا في جمعية النجاة للتنمية والثقافة في العيون في المغرب. عندي ارتباطات كثيرة بالمغاربة، ودائما كنت أشوف أرى الأستاذ أغنى الناس في الفعاليات الثقافية في المغرب، وهو أخ كريم وعالم للعلماء ودكتور إن شاء الله عن قريب، وهو أيضا من المهتمون بقضايا التصوف. فإن شاء الله سيقدم لنا محاضرته بعنوان مصطلحات صوفية وقضايا عقدية. مصطلحات صوفية وقضايا عقدية. فهنا يأتي الشرع ليقرب لنا المصطلحات الصوفية، وإن شاء الله نقدم للأستاذ 20 دقيقة، ونريد منه أن يكون ملتزما بالوقت. أنت أكاديمي، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سلام على مجمع المتقين، سلام على زمرة الصالحين. تحية مباركة إليكم، السلام عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أدخل في صميم القائمة بين يدي، أرجو أن يؤتيني معالي الرئيس فرصة ذهبية لو سمح أن ألقي هذه المقالة بلغة عربية في حدود 13 دقائق، وما تبقى من هذه الدقائق ألخصها بلغة يربوية لتعميم الفائدة إن سمحتم، لأن هذا الموضوع فيما يبدو لي موضوع كنا بحاجة إليه في هذا المجتمع، ونرى بأن العوام لم يطيقون أو لم يفهمون هذه اللغة. فإذا حصرنا هذه المحاضرة بلغة عربية فقط، ربما قد نحصر هذه الفائدة بهذه الجلسة فقط لو سمحتم. لا يرد طلب الأفاضل، ما دام هذا طلب منك فلن نسمح لك، لكن بالشرط الذي ذكرت أن يكون للعربية النصيب الأسد بإذن الله إن شاء الله. And before you go, I would also like to recognize the presence of Amira. We are deeply sorry, Amira, for dwelling into Arabic language. That has been the instruction given to us by the organizer of the program. And just like Madam Fatai said, that just be saying Amin, because all what we are saying here is prayer. Inshallah, your prayer is going to be answered. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخصص تحية لهذه الأسرة، بداية من معالي الخليفة ومن جعله الله يوسفا لهذه الأسرة وجميع إخواتهم. ربنا يكون معكم ولن يرفع عنكم معيته ورضوانه. لقد كتبت أبياتا خاصة من قبل، ولكن أخشى أن أخرج من إطار هذه الدقائق القليلة التي بين يدي. قلت من قبل: يا أحمد المختار حسبك رتبة إن نلت في خير الورى نعماه، فعلوت إثر علوه وبهائه أفقا يحن طموحنا محياه، فكأن مولانا يجلك جملة، من زارنا في الشأن طاب كراه، قد شاقني فيك المحبة حب من أجله خلق الورى مولاه، أحببته فمنحت حب رفاكه، من قام ضدك فاتهم معناه، عش سرمديا فالمزيد لك البقى، تسمو مدى يتلى اسم رب الله.
إن شاء الله أدخل في صميم هذا الموضوع: مصطلحات صوفية وقضايا عقدية. لقد حاول الطاعنون في التصوف إبطال عقيدة الصوفية بإبراز بعض شبه للأوام من خلال ترويج بعض موضوعات صوفية وتبعيدها عن معالم سنن النبوية أو زعم مخالفتها للعقيدة الإسلامية الصحيحة. من هنا ينبغي لي توأة هذه المقالة بتأصيل أهلية العقيدة الصحيحة للصوفية وتحقيق كونهم أهل السنة والجماعة. إن صوفية نيجيريا، أو أقول صوفية العالم كلهم، كما أثبته العلماء المحققون بأنهم أهل السنة والجماعة، ألفوا في ذلك وصنفوا فيه، فهم أهل السنة والجماعة إلا المنحرفون منهم من الذين يدعون التصوف وليس لهم في التصوف بشيء. فالصوفية على وجه الأموم بما فيهم صوفية نيجيريا كانوا أحدى الأقسام الثمانية أثبت تصنيف الجرجاني في كتابه الفرق. قال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات الحنفية الكبرى الشافعية الكبرى، يقول: اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك أو في لمية ما هنالك. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف حسب تقسيم أو تصنيف تاج الدين السبكي. يقول في تصنيفه الأول: قال أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، أعني الكتاب والسنة والإجماع. ثم أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية، وهم الأشعرية والحنفية، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي. أما الصنف الثالث فهم أهل الوجدان والكشف، وهم الصوفية، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية، والكشف والإلهام في النهاية. يقول الشيخ أبو بكر الكلاباذي في بيان عقيدة أهل التصوف بعد كلام له، وذلك بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة، إنه يحاول تأصيل مدى أهلية كونهم من أهل السنة والجماعة بأن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا ما يحاولون إثباته. يقول في بيان عقيدة الصوفية ما نصه: اجتمعت الصوفية على أن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ثم جاء بعده الإمام القشيري قدس الله سره، يقول في رسالته القشيرية: قال: اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعتيل، وعرفوا ما هو حق القدم حق الكدم، وتحققوا بما هو نعت الوجود عن العدم. ولذلك قال سيد هذه الطريقة الإمام الجنيد المتوفى سنة 297 رحمه الله، قال: التوحيد إفراد للكدم من الحدث، وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد. فلقد زعم بعض الطاعنين في عقيدة الأشاعرة لأنه الذين ذكرت سالفا إنهم أصلوا بأن الصوفية كلهم أهل السنة والجماعة، ثم قالوا بأنهم يتابعون عقيدة أبي الحسن الأشعري. ثم جاء هؤلاء الذين جاءوا مؤخرا يتعنون في عقيدة أبي الحسن الأشعري، منهم قالوا بأنه حقيقة إنه أشعري المعتقد، ولكنه تاب أخيرا في آخر حياته، أنه تاب من عقيدته الأشعرية. بعضهم يقولون هذا، وبعضهم يقولون بإبطال عقيدة أبي الحسن الأشعري. فلقد زعم بعض الطائنين في عقيدة الأشاعرة أن الأشعري تاب من عقيدته في المرحلة التي يسمونها المرحلة الكلامية،
كما تاب قبل ذلك من عقيدته في مرحلة الاعتزال، حيث اقتنع في نظرهم بصواب عقيدة السلف التي هي في نظرهم عقيدة الإمام أحمد، ويرون أن هذه المرحلة تمثلها كتبه الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ورسالته إلى أهل الثغر. والذي حملهم على ذلك هو شعورهم بأن العقيدة التي بسطها في هذه الكتب تخالف التي بسطها في كتبه الأخرى كاللمع مثلا. وكذلك ما ورد في كتاب الإبانة من التنويه بأن الإمام أحمد بن حنبل وعقيدته وتسريحه بأنه يقول بما قال به الإمام أحمد. وكذلك ما ورد في كتابه مقالات الإسلاميين بعد حكايته لجملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة من قوله بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. هؤلاء الذين يتعنون في عقيدته أو الذين يؤثلون بأنه تاب من عقيدته يقول إنهم يستشهدون بهذا القول بأنه قال بكل ما ذكرنا من قولهم، أي من قول هؤلاء السلف نقول وإليه نذهب. وكذلك ما ذكره بعض الحنابلة من أن أبا الحسن الأشعري مر في بلورة عقيدته ب3 مراحل. نرحب بمعالي الأستاذ الشيخ عبد اللطيف إبراهيم العومي، فأهلا وسهلا ومرحبا به. وللجواب عن هذه التساؤلات التي قدمته سالفا لا بد من التذكير بما يلي. أولا أن أبا الحسن الأشعري لا يؤرخ كتبه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. نرحب بفضيلتكم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة. حياكم الله. أخشى ألا أتجاوز هذه الدقائق التي ألزمت بها، وإلا لتركت هذه الفرصة لنرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عودة إلى قضية المصطلح، مصطلحات صوفية التي أسيئت فهمه من طرف بعض الطاعنين في التصوف جملة وتفصيله. لقد حظي المصطلح الصوفي باهتمام جملة من العلماء الأجلة الذين كان لهم السبق في التأصيل والتقعيد لهذا العلم، باعتباره يشكل النواة الأولى لفهم فهو الخطاب الصوفي، ولكونه يستمد مرجعيته من الكتاب والسنة النبوية الشريفة. ورحم الله الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي حين يقول الشرع أصدق ميزان يعرفنا بربنا ولهذا همتي فيه. ولقد تعددت المصطلحات الصوفية واختلفت مدلولاتها، وهذا راجع لكون هذه المصطلحات ناتجة ومتولدة عن تجربة روحية تربوية معاشة تختلف من حال إلى حال وتندرج من مقام إلى آخر، كلها من نتاج الذوق والتجربة. قال أبو مدين الغوث فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا. هكذا أقر ذلك أبو مدين الغوث. فمن عادات الطائفة المكفرة اختلاق بعد الشبه وتكفير الناس بها بدعوى مخالفتها للعقيدة الإسلامية. يقول الدكتور عيد أبو سعود الكيالي في ذكر سبب تأليف كتابه نقد الشبه النيجيرية، يقول وعلى ضوئه سميت هذه الرسالة بنقد الشبه النيجيرية، أي إبطالها وهدمها. ذلك أن بعد طلبة العلم
الغيورين على دينهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا من مدينة بدة أو بدة ولاية النيجر بدولة نيجيريا قد أرسلوا إلي رسالة أوردوا فيها بعض الشبه التي يروجها عندهم للأسف بعد الدعاة المنتسبين زورا وبهتانا إلى الدعوة السلفية. فإني لما اطلعت على هذه الشبه فوجدت جلها لا يخرج عن منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين بدون حجة ولا بيان، عمدوا فيها إلى عرى الإسلام ينقضونها نقدا ويهدمونها هدما. ولقد أفرش السلفية نيجيريا أو أقول سلفية العالم كلها لأنهم يكررون ما قد كتب لهم كأنهم يعيدون المقاطع بأنفسهم، ليس لديهم أي جديد إلا ما كتب لهم أو ما زج في عقولهم، فهذا ما يكررون للهجوم على الصوفية ومهدوا بها مسالك التكفير، وأهمها كالآتية: إشكاليات المصطلحات الصوفية على مقدمتها مصطلح الأم وهو التصوف تعريفا سواء من ناحية الاشتقاق أو من ناحية الاصطلاح. وقد أشار إلى ذلك معالي الدكتور السعيد تيمي من قبل أوجه الخلاف الذي استورد من الذين نظروا إلى محل اشتقاق اللغوي للتصوف أو الذين يتعنون في تعريف التصوف من حيثية الاصطلاح. بعضهم يقولون انظروا إليهم إنهم لم يتفقوا على تعريف واحد، وهذا يدل في نظرهم أو في زعمهم، وهذا يدل في زعمهم بأن التصوف لا علاقة بينه والإسلام، لأن لو كان للتصوف أصل في الدين لاتفقوا على تعريف واحد شامل حسب زعمهم. قال ذلك كثير منهم، أهلا وسهلا ومرحبا. فمن الشبه التي قدموها للهجوم على الصوفية ومهدوا بها مسالك التكفير وأهمها مشروعية التصوف، كذلك قضية التوسل، كذلك إشكالية الاتحاد والحلول، ثم الخلوة، قضية الخلوة، ثم قضية قراءة كتاب دلائل الخيرات، وكذلك إشكالية بردة المديح للبصيري، وكذلك قضية الأذكار الجماعية، إشكالية صلاة الفاتح وجوهرة الكمال، وغير ذلك من الشبه التي يروجونها في المجتمع، وكلها بدون استثناء قد بينها كبار الصوفية وأزالوا جميع ما فيها من الشوائب، كما أنكروا ما ليس في التصوف منها، والمؤلفات فيها أكثر من الإحصاء. أذكر بعض بيانهم على ما تخص الصوفية من هذه النقاط بالاختصار مع الإشارات إلى بعض الكتب في الموضوع لمزيد الإيضاح. láti má fa ọ̀rọ̀ ògùn púpọ̀ lérí wípé ogún ìṣẹ́jú mi ń palẹ̀mọ́ láti pé kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú kí n láǹfààní àti lè pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì tí yóò ṣàǹfààní fún ìjókòó àti fún gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àti máa wò wá. mustalahat sufiyya, àwọn èdè tá a fi mọ́ sọ̀rọ̀ láàrin àwọn onísúfí, èyí òun ló dàbí ẹni pé ń dá wuyewuye kalẹ̀, torí wípé bàbá bá wọn sọ̀rọ̀ wípé ohun tẹ̀ ń sọ yìí inú ẹ̀sìn náà ló wà, wọ́n bi wá léèrè yìí pé ń bo la ti rí irú ẹ̀ wá pọ̀ lóníranran, tó sì jẹ́ pé àwọn mustalahati yìí àwọn àfáà jẹ́ oyé wa yìí pé majaz náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onísúfí náà ni wọ́n ṣe àìtìmọ́d lé lórí nazaran sí kíni tasawufu taari yẹn ilmu dhawki wa tajriba ni, kì í ṣe ilmu al-ibara, hadha huwa tasawuf. irú ẹ̀ náà sì pọ̀ rẹpẹtẹ nínú àwọn ìmọ̀ tí à ń ké, àpèjúwe tó wà ń tòsí tí mo lè fi ṣàpèjúwe fún wa, torí pé ẹ̀yin àlùfáà wa náà jẹ́ oyé wa yìí pé bil mithal yattadihul maqal, bá a bá wo alhubbu lápèjúwe ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ wípé káwọn èèyàn máa wá ṣe, káwọn àfáà máa wá ṣe tàrífù ẹ̀ fún wa, léyìí tí níwọ̀n wọn bá ibi tẹ̀mí láǹfààní àti yẹ tíráwọ̀ àti yẹ ìwé wòde, bóyá àwọn àlùfáà wa màálì professor wọn ò láǹfààní láti lè sọ fún mi pé bóyá ọ̀rọ̀ náà ò rí bẹ́ẹ̀, àti ìrí ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan dòní yìí tó lè fún wa ní ta'arifan haddan لمعنى الحب، oníkálukú ṣe tàrífù hubbu fún wa حسب تجربته الخاصة، فمنهم من قال بأن الحب الحياة،
wa minhum man qala bi anna al-hubba al-maut wa minhum man oríṣiríṣi náà ni wọ́n mú wa kódà lọ́dọ̀ Yorùbá náà ààrẹ ni tí ó sọ fún wa pé ìfẹ́ dóró ààrẹ lómi tí ó sọ fún wa pé ìfẹ́ dọ̀rọ̀ ààrẹ lómi tí ó sọ fún wa pé ìfẹ́ dayọ̀ lódì wọn ìhà tí ìfẹ́ bá kọ sí náà ni ó fi máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́jìrìbà tó ní kálukú gbogbo àwọn àlùfáà yẹn náà tí wọ́n gbà kọjá wọ́n wá ń wá àwọn láfùzù wo lálẹ́ fi ṣe tàbír àwọn marahil tá a gbà kọjá ni wọ́n fi ń lo àwọn àlùfáàzì náà àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà o láfùzù tí wọ́n bá lò kò gbọ́dọ̀ tako àwọn thawabitu diniya torí wípé thawabitu diniya wa alkitabu wa sunna wa ma tafarra minhuma òun ni asas òun ni al-aslu tó ṣe yí pé ibẹ̀ náà ni tasawufu ti jáde àmọ́ gbogbo àwọn ìbára yẹn kì í ṣe òun ni wọ́n gbà lérò bi'aynihi irú ẹ̀ náà sì pọ̀ rẹpẹtẹ bá a bá padà sí de hadith anabi lóníranran àwọn àlùfáà wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ashaykh Abdul Fattah bí wọ́n ti wí wọ́n ní pé àwọn àlùfáà wa tí wọ́n darí ìjókòó ipe wọ́n ti ṣe tahlil balagiya li 40 an-nawawiyya illam usi'a bikum al-fahm inú ohun tí wọ́n ṣe ìṣàrà lé lórí òun náà làdísì ànábì bí tànábì ti ń sọ yí pé sakilatika ummuk irú hadisi yẹn ní ìsìn iṣẹ́ mọ̀ yí pé ìbára tànábì fi bá sàhábà yẹn sọ̀rọ̀ kì í ṣe màánà ọ̀rọ̀ yẹn lànábì fi ń bá a sọ̀rọ̀ ànábì yá gbólóhùn náà wá ni bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn mustalahat sòfíà àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ kò ní í jáde kúò nínú ìtọ́r alkitab wa sunna bí àwọn àfáà ti ṣe ìṣàrà sí tí mo dẹ̀ ti wí nínú muqaddimati mi náà ní ẹ̀ẹ̀kan àmọ́ náà àwọn nǹkan míì náà wá wà tó ṣe yí pé wọ́n rà á bo àwọn onísúfí lọ́rùn ni tí kì í ṣe ètò wọn nínú ẹ̀ náà ni qadiyya al-hulul wal-ittihad àrà àfa onísúfí kan mi sọ àwọn alásáwọ̀ tí wọ́n padà dé lẹ́yìn ayé àwọn àfa onísúfí kan tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ittihad wal-hulul kó lọ́lọ́wọ́n àtagolo mílíkì náà ìkan ọkàn náà ni èyí wọn ò sí nínú sàwábìtù àwọn onítàsọ́wùf kódà àwọn àgbààgbà àfa onísúfí gan wọ́n ṣe ìǹkaàrú rẹ̀ títí kan alfa tí à ń ṣe aziwu ọ̀rọ̀ náà sọ́dọ̀ rẹ̀ alfa wa àgbà Ibn Arabi Muhyiddin òun náà sọ fún wa yìí pé bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ nìkan tó bá ń sọ̀rọ̀ bil ittihad wal hulul wọ́n ní ẹ̀kọ́rọ̀ náà sí lẹ́nu padà nítorí wípé ó ń jẹ́ ó yé wa yìí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ álámù nìyẹn ó ń try láti jẹ́ ó yé wa yìí pé ká ṣe náà fún yìí gbogbo àwọn iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n ọba ṣe nígbà tó bá ti sọ pé kò síṣẹ́ kankan mọ́ Ọlọ́wọ́n ọba náà ni gbogbo ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ yìí pé wahdatu shuhudi ń bẹ wahdatul wujudi ni kò sí àmọ́ gbogbo ẹ̀ náà lábẹ́ wípé fakullil ladhi yanha anil wajdi ahla ẹni tí ò bá wa rìn báwa ti rìn kò lè mọ báwo ní ti í ṣe ni èyí tí ò bá yí ọ nínú nǹkan tá a bá ń ṣe òun náà ni kíwọ náà béèrè téyìn òun náà ó sì máa wà nínú nasiha li jami' ikhwatina sufiyyin ìpè ẹjẹ́ á padà sídìí ọ̀rọ̀ mímọ́ nígbà tí mo jókòó ti àwọn àgbàlagbà nínú ilé lọ́wọ́ àárọ̀ tí a wá ń sọ̀rọ̀ àwọn àfáà àgbà tí wọ́n ń darí ètò náà ti ṣe ìṣàrà náà sí lónìí ìpè ẹ pé ẹlòmíì kalẹ̀ nínú Tìjàníyà lápèjúwe wípé man huwa Sheikh Ahmed Tijani kọ̀ọ̀ràn kó fún yín lẹ́sìn nǹkan míì ni ó mọ̀ wí bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ Kọ̀dìríyà náà ẹ bí léèrè nípa Sheikh Abdul Qadir wórówóró lòun lọ́pọ̀lọpọ̀ náà ó mọ̀ sọ ẹ béèrè yìí pé kí ni bàndírì ọ̀nà wo ni bàndírì gbà wọnú Kọ̀dìríyà ṣé nínú àwọn sàwábìtì náà ni kò lè rẹ́sì fi èpè ní òfin tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ bá bi Tìjàníyà mi náà léèrè yìí ké bó o ní ká tẹ aṣọ wírìdì bó o lòun náà ti ṣe wọnú Súfì kọ̀ọ̀ràn kó fún yín lẹ́sì èpè ní ó kàn ṣọ́rọ́ èpè ní nǹkan tá à ń bí wọn náà léèrè ni wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu. شكرا جزيلا. أعتقد بأن هذا الشكر ينتقل يعني بحق فضيلة رئيس الجلسة أن يتولاه لفضيلة المحاضر، لكن أنتهز هذه الفرصة لرحب بالسادة الحاضرين الذين دخلوا علينا، هذا لمعرفتي لبعض منهم لكن أجهل بعضا منهم، وعلى كل يعني أجعل تحية البعض يعني وأترك يعني أحيي البعض وأترك الآخرين لله سبحانه وتعالى يحييهم. زاروني أذهب بكل سرعة إلى التعريف بفضيلة الشيخ النور ابن النور، النور ابن النور، الشيخ عبد اللطيف سعيد العومي حفظه الله ورعاه. هكذا الشيخ الأستاذ الأستاذ الشيخ عبد اللطيف أحمد ليعرف الشيخ عبد اللطيف سعيد العومي أنا أعطي، وأخو لشيخنا الفاضل مدير دار الإرشاد والإسعاد
يعني صراحة بيتهم البيت من حيث النجابة والنبوغ. أنا يعني فعلت هذا ليعرف فضيلة الرئيس من دخل علينا حفظه الله ورعاه. وهكذا أنتقل بكل سرعة إلى الشيخ الفاضل، هو أيضا من خريج جامعة نيجر. هو صراحة في العلم فتنة، أعني الفتنة ليس بفتنة مفتنة، لكن فتنة يعني لا أدري ماذا أضيف إليه. الأستاذ أحمد أبو بكر يسمونه كمبيوتر لأنه يحفظ كل ما يبصر وكل ما يرى بشكل سرعوي. آتاه الله ما لم يؤت غيره فسبحان من يعطي. الأستاذ أحمد أبو بكر، لو قمتم قليلا لإشعار الناس بحضوركم. وعليكم السلام، مرحبا بفضيلتي. وكذا أيضا فضيلة الأخ الشيخ الفاضل، الشيخ الفاضل الأستاذ الزمزمي، ما شاء الله عليكم. لو قمتم يعني إشعارا للناس بأنكم جئتم إلا إذا أردتم المخالفة. هذا هو الوضع. حياكم الله. هكذا فضيلة المدير الأستاذ عبد الرافعي، حفظكم الله ورعاكم. لا نعطيكم يعني لا نحييكم ولا نعرفكم حق قدركم، الله هو العالم بذلك. أيضا الحمد لله أن دخل علينا الذين بحق من يعلق في الموضوع. الأستاذ أحمد أبو بكر يعني متصوف مترسخ متعمق ويداخل فعلا. وهكذا الأستاذ سليمان، الأستاذ سليمان حفظه الله ورعاه. وكذلك شيخنا الأستاذ يونس. ليس بمقدورنا أن نحيي الجميع، لكن المدير يشير إلى شيء. من أيضا حياكم الله؟ المدير يأمرني بأن أعرف الشيخ عبد الواسع، الشيخ لقمان الرفاعي حفظه الله ورعاه. لم نرهم، لو قاموا لكان أحسن حتى نرى شيخنا. حياكم الله. من إيلوني الشيخ الأستاذ الفاضل عبد الواسع حفظكم الله ورعاكم. الشيخ عبد الرؤوف المركزي أطال الله بقاءكم، الله يجزيكم عنا كل خير. ينتقل الميكروفون إلى رئيس الجلسة. شكرا. ضمن قد سعدني رائد البرنامج في الترحيب بالضيوف الكرام الذين دخلوا علينا، خاصة الأستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف. فأحيي المدير وتحيتي إليه. استمعنا إلى المحاضرة من الأخ الدكتور كمال الدين أغنى الناس شاكر الله. فهذا المحاضر هو حاصل على الإجازة العالمية في التعليم العتيق بمدينة طنجة، وكذلك حصل على ماجستير في العقيدة والتصوف، لكي نعرف بأن القوس قد أوتي لباريها بجامعة محمد الخامس برباط، وهو حاليا يعد الدكتوراه في العقائد والأديان السماوية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، فجزاه الله خيرا. فهناك نقطة أثارها، وهذه النقطة إن شاء الله سوف نعود إليها فيما بعد، وهي قضية حساسة جدا، فهي قضية المجاز، وإن لم يسميها الدكتور بالمجاز لأنه جاء بالتعبير النبوي سكنتك أمك. وهذه أظن من القضايا التي تورث مشكلة كبيرة بين السلفية وبين الأشعرية، وجود المجاز ومنع المجاز في القرآن وفي المصطلحات الدينية. فالآن قبل أن ننتقل إلى المداخلات، لأن أظن المحاضر الرابي لا أظن أنه موجود، فالآن قبل أن ننتقل إلى المداخلات إن شاء الله نريد فإن شاء الله بعد قليل سوف نستمع إلى قصيدة لتبريد المجلس، لأن إذا كان المجلس ساخن بالعربية فينبغي أن نبرد الجو شوي إن شاء الله. فإن شاء الله سيتئفنا بقصيدة راعية الأستاذ أحمد يوسف إن شاء الله. لكن قبل ذلك فلا أدري إذا كان هناك جواب للسؤال الذي طرحته. سوي إيسا في جواب للسؤال الذي طرحت؟
إذا ما أريد أن أقول أظن هو أيضا لا طرأت سؤالا قبل حضور بعض القراء. قلت لماذا القرآن في تنوعاته الأسلوبية يقدم شيئا في آية ويؤخرها في آية أخرى. فقط أريد أن يعرف الإخوة بأن القرآن لا يقدم فقط من أجل التقديم، فالتقديم القرآن والتأخير ليس عبثا. إذا قدم الله شيئا فهذا التقديم دلالة ونقطة بلاغية، وإذا أخر شيئا فللتأخير. مثلا لو سئل أحدنا بين الرجال والنساء أيهما أفضل، ربما اتفق المعظم الحضور بأن الرجال هم أفضل، ولكن من أي ناحية؟ في الأسبوع الماضي كنت أدرس طلاب الدكتوراه، فقلت بأن العظمة إذا قيل فلان أعظم يختلف عن أن تقول فلان أفضل. فقال الدكتور أستاذ دكتور ما الفرق بين أن يكون الإنسان أفضل وبين أن يكون الإنسان أعظم؟ فجئتهم بمثال بسيط. قلت لهم لو سئل اليوم من هو أعظم رجل في نيجيريا، أعظم رجل في نيجيريا، إن الجواب الذي يتبادر إلى ذهننا أنه هو رئيس الدولة. لكن هل هو أفضل رجال في نيجيريا؟ لا. بهذا نميز بين استمال. دعنا أقول لكم بأن القرآن من مميزات القرآن وخاصة في موجب القرآن أن القرآن الكريم لم يستعمل كلمتين لمعنى واحد، لم يرد في القرآن الكريم كلمتان لمعنى واحد دون أن نجد خصوصية دلالية تفرق بين الكلمتين. وإن جل الكلمات التي نحسبها مترادفة في القرآن الكريم إذا دققت النظر تدرك بأن هناك فارق دلالي بين الكلمتين. ده على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يستعمل كلمة زوج ويستعمل كلمة امرأة في آيات متعددة. فلو دققت النظر لو قيل للإنسان هذه امرأتي وهذه زوجي مثلا، ربما طالب العلم يظن أن الكلمتين مترادفتان، والأمر بخلاف ذلك في القاموس القرآني. حتى في قاموسنا لو قال رجل لامرأته لزوجه هذه امرأتي، هناك نقص في هذا التعبير أن تقول للمرأة زوجتك هذه امرأتي. فالقرآن لو نظر في القرآن الكريم تدركون بأن القرآن غالبا يستعمل كلمة امرأة إذا كان هناك خلل في العلاقة الزوجية، إما أن يكون من الناحية العقدية كأن يكون الزوج مؤمنا وتكون زوجة كافرة، كقوله تعالى في سورة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط لأن الزوج مؤمن والزوجة كافرة، لذلك استعمل الله سبحانه وتعالى كلمة امرأة لأن هناك خلل في العلاقة الزوجية. وإما أن يكون بين رجل والمرأة علاقة طيبة ولكن ليس بينهما نسل، كقوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكان امرأتي عاقرة. لو دققت النظر ستدرك بأن الله سبحانه وتعالى بعدما رزق زوجة زكريا في سورة الأنبياء، بعدما سماها امرأة في سورة مريم، سماها زوج في سورة الأنبياء، فقال فأصلحنا له زوجا. وهكذا يتنوع القرآن في استعمال الكلمات. إذن في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، لو نظرت إلى هذه الآية حيث قدم البنون على على الأموال، كان المقام هناك مقام شهوة. والإنسان في طبيعة الإنسان يشتهي إلى أبنائه أكثر مما يشتهي إلى أمواله. إذا كان الإنسان إنسانا لذلك لو ضاع ابن الإنسان يستطيع أن يبيع كل ممتلكاته في البحث عن ذلك الولد. لكن في سورة القاف لما تغير المقام، وكما تعرفون البلاغة لكل مقام مقال، لما تغير المقام من مقام الشهوة إلى مقام الزينة قال الله المال والبنون، لأن الإنسان في حاجة إلى الأموال
الله. نعم. عندما تغير المقام تغير الأسلوب، فغير الله سبحانه وتعالى، قدم الله الأموال على البنين، لأن الإنسان منذ لحظة وصوله إلى الدنيا في حاجة إلى المال. منذ حاجة الإنسان إلى الأرض فهو في حاجة إلى الأموال. إذا وضع الولد في المستشفى لابد قبل أن يطلق سراحه لابد أن يرفع به، هناك فاتورة لابد من تسديد هذه الفاتورة قبل أن يطلق سراح. فالبنون الابن التزين بالابن يأتي متأخرا، لذلك الله سبحانه وتعالى قدم الأموال على البنين، ليس أن الأموال أفضل من البنين، وإلا لو كان كل ما قدم هو الأفضل لماذا يقول الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. قدم الإناث على الذكور، لماذا؟ هل الإناث أفضل من الذكور؟ لا، لكن قدمت الإناث للكثرة، لأن ستاتستيك يثبت بأن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال. فهذه من الأساليب القرآنية في التصرف في استعمال التراقيب وفي استعمال فهذه هذا أظن هذا هو جواب للسؤال الذي طرحته إن شاء الله. نعم. الآن عندنا بعض الشعراء، نحن تركنا هذا الموضوع هذا المجال، فأنا دائما أريد أن أستمع إلى الشعر، لأن هذا يذكرنا تلك الأيام لما كان الشيطان الشعر حيا، الآن مات الشيطان فتركني وحدي. نبدأ بمن؟ أوكي، لكن أترك هذا. إذن الآن هو